رقم 3 عايزك تقرأ كل يوم لو 10 دقايق بس. كتاب زي ده لو بتقرأ منه كل يوم لو 10 دقايق قسما بالله يفرق معاك جدا جدا جدا. زائد ان 10 دقايق بعد كده مرة واثنين وثلاثة انت هتشوفهم قليلين خالص. يعني ايه 10 دقايق ده؟ انا ممكن اقرأ فيهم صفحتين 3. لا طبعا ما ينفعش. فتلاقي نفسك حبيت الموضوع وحبيت الفكرة، وتلاقي نفسك تدريجيا كده عمال تزود كل يوم 10 في 20 في 30 لحد ما تلاقي نفسك بتقعد على الكتاب ده ساعة واتنين، لحد ما توصل بعد كده بعد 30 يوم تلاقي نفسك بتوصل انك ممكن تقفل الكتاب ده في يوم واحد. والموضوع بقى يبقى بالنسبة لك لذيذ، مش بس تحدي مع نفسك، لا ده انت كمان هتلاقي نفسك بعد كده بتكتسب خبرة انت ما كنتش تتوقع ان هي عندك. مين الشخص ده؟ مين الدماغ دي؟ كانت فين الدماغ دي؟ الناس حتى تتعامل معاك بعد كده تحس انك شخص مختلف، شخص مثقف، شخص هم مش متعودين على الدماغ دي ولا متعودين على طريقة التفكير دي ولا طريقة الكلام دي. رقم 4 عايزك تنفذ اي فكرة تيجي في دماغك قبل ما تفكر فيها. يعني ما تجيش في دماغك فكرة ان انا والله عايز اتعلم لغة فانا هدخل النهاردة على اليوتيوب، يبقى وقتها ادخل على اليوتيوب. لكن لو انت قلت طيب الساعة كذا هبقى ادخل ان شاء الله لما ابقى فاضي، ان شاء الله لما اجي من الخروجة، ان شاء الله لما اخلص الفيلم ده، لما اخلص الماتش ده، مش عارف ايه كده، وقتها عقلك هيشتتك وساعتها هتكسل وساعتها مش هتعمل اي حاجة. يبقى لازم لما تيجي قدامي فكرة يبقى في وقتها لازم انفذ الفكرة دي، ما اخرش، ما اعطلش نفسي، لازم اخد الفكرة دي حتى لو 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، مفيش مشكلة، بس المهم اني بدأت.